هو الورمر أو سخان اللبن مهم للبيبي؟ أنا سلمى حسين مامة رشيد، وهكون معاكي من واقع تجربتي الشخصية كأم في عرفتي تربي. بصي يا ستي، عشان نجاوب على سؤال إذا كان سخان اللبن أو الورمر مهم ولا لأ، محتاجين نجاوب على سؤال تاني قبله. انت هتولدي في الصيف ولا في الشتاء؟ لو هتولدي في الشتاء هيكون مهم جدا، لأنه هيسهل عليكي تسخين الرضعات الصناعي أو الطبيعي، خاصة بعد تشفيط اللبن. طب لو هتولدي في الصيف، وجوده مش أهم حاجة، لأن اللبن مش بيبرد بسرعة وبيكون بدرجة حرارة الغرفة، وهو ده المطلوب. طب لو هتولدي في الشتاء ومش قادرة تجيبيه، انت متعودة مني، أكيد هقولك على بديل. البديل إيه بقى؟ هتدفي اللبن في حمام مية، مش على نار مباشرة، هتدفيها زيادة شوية، وهيكون معاكي حافظة زي دي، هتحطي فيها الببرونة وهتحتفظ لك بدرجة الحرارة. على فكرة الحافظة دي مهمة جدا وسعرها مش غالي، وهتنفعك في الشتاء أو في الصيف. شاركيني في الكومنتس وقوليلي تجربتك مع تدفئة اللبن، وقوليلي إيه أفضل الحلول اللي وصلت لها.